أمجد عثمان، المتحدث الرسمي باسم مجلس سوريا الديمقراطي. ربما أكثر ما يجب الوقوف عليه الآن هو التطورات المتسارعة والتصعيد الكبير الذي يحدث الآن في شمال غرب سوريا في منطقة إدلب، وما يشكل إشارة بأن جميع الأطراف المؤثرة في الشأن السوري لا زالت تعتقد أن الحل في سوريا هو حل عسكري، وليس هناك حتى الآن أي بوادر للقبول بحل سياسي. كان هناك مسار جنيف ثم مسار أستانا المتعلق بإيجاد مناطق خفض للتصعيد في عموم سوريا، ولكن يبدو أن هذا المسار بدأ يفشل، وحتى حسب ما يعلنه الأطراف الضامنة لمسار أستانا واتفاق سوشي. هذا التصعيد يؤكد أولا بأن الحل لدى الأطراف هو حل عسكري، والخاسر الوحيد هو الشعب السوري، لأن الشعب السوري يدفع ضريبة هذا التصعيد العسكري. كذلك فإن الأوضاع في إدلب ومحاولة الجانب الروسي مع قوات النظام السيطرة على كامل الطريق الدولي سيلقي بظلاله أيضا على الأوضاع في شمال وشرق سوريا، لأن غياب الحل السياسي يعني أن جميع الاحتمالات لا زالت مفتوحة أمام أي تصعيد عسكري في أي منطقة من سوريا. قد يكون هناك انعكاس لما يجري في إدلب في مناطق شمال وشرق سوريا، وهذا يستدعي تحرك سياسي ودبلوماسي من أجل فهم ما تفكر به الأطراف الدولية ويعني ما ستؤول إليه الأمور، خصوصا أن الاتفاقات الموجودة في شمال وشرق سوريا تركيا تشكل طرفا في هذه الاتفاقات، سواء الاتفاق التركي الروسي أو الاتفاق التركي الأمريكي، وبالتالي مع وجود يعني حزب العدالة والتنمية في رأس الحكم في تركيا، نحن نتوقع كل شيء. يعني نقض الاتفاقات في إدلب قد يؤثر على الاتفاقات في شمال وشرق سوريا أيضا، لذلك ليس أمامنا من خيار إلا أن نقوي جبهاتنا الداخلية وأن نعمل على تقوية العلاقة بين مكونات شمال وشرق سوريا بالدرجة الأولى، وأيضا تغطية هذا الوضع بتحرك سياسي ودبلوماسي. وفي هذا الإطار أتت المبادرات التي أطلقتها قوات سوريا الديمقراطية بقيادة الجنرال مظلوم عبد من أجل تمتين البيت الداخلي الكردي، وكان هناك خطوات من جانب الإدارة الذاتية من أجل تنقية الأجواء وتهيئة المناخات من أجل إطلاق حوار كردي. قامت الإدارة الذاتية بكل ما يلزم من أجل يعني تهيئة هذه الأجواء، وكان هناك قرار للمجلس الوطني الكردي أيضا بفتح مكاتبه في شمال وشرق سوريا، ونحن نرحب بهذه الخطوة ونعتقد أنها خطوة إيجابية. طبعا هذه خطوة من أجل بدء حوار داخلي وإيجاد المشتركات بين الأطراف الكردية وتجاوز حالة الانقسام والتناقض الموجودة، وبالتالي جميع الأطراف في سوريا وخصوصا في شمال وشرق سوريا مدعوة
الانخراط في حوار وطني وحوار جاد ومسؤول لتفادي الأخطار التي تحدق بجميع سوريا حتى الآن. نعتقد أن كذلك علينا أن نجد شركاء على مستوى سوريا ككل ونفعل العلاقات الموجودة مع الأطراف والقوى السياسية الديمقراطية في سوريا. وفي هذا الإطار هناك مشروع وفكرة لعقد مؤتمر للمعارضة في العاصمة المصرية القاهرة، ومن جهتنا نعتقد أنه سنقوم بما يلزم من أجل إنجاح أي مبادرة لتقوية صفوف المعارضة الديمقراطية في سوريا.